لكن لما جلسنا معه كان في غاية من الحياء والتواضع، لم يكد يرفع نظره عن الأرض مدة المجلس كله. أقا إيديك استق عالم استق شيء داخرة أقا علما عدل الورئيس بوطن حلقة 21 زمن شوحة تخو أردل دولة التب شيء وحاجين باش بول شبع قلاتر حل حاجة شواتر قيس توقعينا بولش دشنا خخا واللير من خلو شو مفتي صالح مو اشت خلويس خبوخ علم عامين خلوش والستق يوزدوش وحتى عن وش تون حلقة تشوغ شالخر خيترشين جيم خيترشين. عندما طلبنا منه الدعاء نحن والسيد عبد الله والسيد محمد والسيد علوي الذين جاءوا معنا في الرحلة، قال هو في غاية من التأثر: اللهم إني أعوذ بك أن أكون عند الناس مليحا وعندك قبيحا. قام وشي صحابي هكن خل بوش بوخش قوي هرأت عن قريشي إيلي بو دا وديجا ديخر دين زامن شوحة دع دهار أحتون ألج داوس إلرسجا فيسخل والدين دقا ناخن جرجا خزق وشحون جرجا إرش خلرخ وخلرخ لرلق شائل. عندما سألته من الصالحين نزور في الشيشان قال كلهم صالحون غيري. شا إيلر داود دي صح نختي شوحة ديكشنا ملستقوتي أو زيرتي دوش ألج شاوتك شابك وهون ديكستك إيلر تو نختي شوحة. هذه ثمرة العلم يا إخواني. يبوشون علما ستوم. هذه حقيقة العلم إذا امتلأ بها العقل والقلب ليس فقط العقل. إذا شون بقدرش دول علم حقيقة دقت واتي دل حقيقة دقت ودعدزج بقدر العلم إذا هون. كانوا أشياخنا يقولون أن شجرة النخل هذه التي تثمر التمر عندما يكون التمر لا يزال فيها في بداياته العذق هذا الذي يحمل التمر يكون مرتجها إلى الأعلى، فإذا بدأ التمر يكبر فيه كلما عظم الثمر فيه كلما بدأ يميل إلى الأرض هكذا ينزل. قال وكذلك طالب العلم عندما يكون خاليا تجده مترفع، حفظ كلمتين يرى نفسه أعلم الناس، يهاجم هذا ويكفر هذا ويتكلم على هذا وهو الناجي والفرقة ناجية والناس هلكة يترفع. لكن إذا امتلأ بالعلم وظهرت فيه ثمار العلم يتواضع 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 إلى الحال الشريف الذي رأيناه في الشيخ داود حفظه الله بالأمس عندما قال كل أهل الشيشان صالحين إلا أنا. أقوى شيء علم ناديكش ناخا مسل دال دور بوخ علم عام والولية دحرتن خلش خل دوش لوج حولنا علما قارجي قاتش علم نستم حلوش زمان شو حانا تروحون ألشي وبالم خل خرمان ديت يخرم نشتلا توج زمان شو حا يدحل لي تن خرم تن بيرتك تن زز قي دول ديل خيناها يرهبغ نخل إسبوخ خرم بالم تأجين شانا أرما كعدش شانا أقا مكبدين باشانا جين غيريز يخرم شين شو خل شو شو محل إرخن عيرزن خلبو سوكي برخلبو دحر الشيق دوش عامينه ساشيق مو عامين خلوش وستك درج الشيء علم عم دل لم يعتوشه أق شادي غير خلشتوب نخو خد عمل له قال له الشتوب نخو إيش نيس بس باش قصر شش ليل بوخ أق خرم قيولي الشيء يا مجري والجبار مي يقوش زمان شو واحد عن خلبايس. هذا في كل الأشجار يعني حتى في بلادكم إذا ما في نخل إيش عندكم الزيتون ولا التفاح ولا إذا صغيرة تراها كل ما كبرت كل ما نزلت. سوكي بر علما ستوم حبل غير قاتش دائما شوحة علما قاق أرجي وقتي يستأق واحد أحون باس إشت واحد أحون ليوز إزبا سوكي بر داود توكسي يصير ألقى خدر هون ألشي أطون دع دحار أق إشتاق ديك استقبلوا شو محكة سنزيتي در ألشا وتوك برجي بون ديك داخل إبو هنا بخل بوشبل علما ستوم. هذا منهج تربوا عليه الشيخ داود وكل العلماء الذين في طبقته، علماءكم في أرض القوقاز ومشايخنا في بلادنا، تربى ذلكم الجيل على هذا الهدي، على التواضع، على الانكسار، على الخشية، على حسن الظن بالآخرين، على محبة الخير للناس. ليست الصورة الجديدة التي بدأت تظهر الآن باسم العلم والدين، الترفع والتعالي، ونسأل الله أن يشفينا من ذلك. إشتا ويحدو يشغل دوش دولج حول النيقة حلقة بون داود أتون مغرى حقي إنخل بوشبل ويمخكرة كوكازيرة ديغسنر نوختي تشول غلغي مكر إشت إديك ناخا داود مغرى خل بوشبل إشت حلقي مبو إش أقا سير نعمو بروحون ألش ناخا ديك نقلقر ووشن يقعها مرزو يرجير
أق إيه بخلر إدر هون سارق حقين حيان خل دشتلهم داتر وعن بوطان تعبول شارسنا ثك إزيك شين علم خينا ألا كورت إره بويتي أق كور اللي ناخي حوش بلش. وقال ينصح العلماء الأفاضل الحاضرين، قال كنا في زمان لا يسمح لنا فيه بإقامة الشعائر، كنا نحارب على إقامة الشعائر، وقد أصبحنا الآن في حكومة تحثنا على وتدعونا إلى إقامة الشعائر، فتغانموا هذه النعمة. أق إشتا تخون حيخر دش وسهتش داود سئير شيخ أميلح سيسر تخون يينا زام خل زام لينا أوه قد زامان شعب بسو بدين ليل دوش داتر تخويق عيدلو أم تخن زام تأيوتنق تأيوت تدخل دوش دوش عيدلو ليل ديش بوش بسو بدين هو زام نقصون ديلم أش بيد إيس بيشون إليرتون. وأخيرا نقول لكم